النهارده هيكون معانا مجموعة تمارين هتساعدك انك تسدد الكرة بقوة ودقة. اهم حاجة انك تفضلي نفسك ال5 دقايق دول وتمشي على كل تمرين هقولك عليه، وفي تنفيذها مش هتحتاج غير من نصف ساعة الى ساعة اسبوعية، واوعدك هتغير مستواك تماما في التسديد وتحكمك في الكرة. تابعونا بعد الانترو. السلام عليكم، معاكم احمد سيد وجينا لكم في فيديو جديد. النهارده هيكون معانا تمارين بسيطه جدا هتقدر من خلالها انك تسدد الكوره بقوه وهتقدر تنفذها في الملعب. اهم حاجه انك تتمرن عليها كويس جدا وانت هتقدر انك تبقى ممتاز في الملعب وتقدر تسدد بقوه ان شاء الله. تابعونا في الفيديو ده، يلا بينا. في البدايه هتبتدي تصوب الكره على الحائط عده مرات بسيطه بالطريقه دي، وهتشوط الكره خفيف وبعد كده هتزود القوه تدريجيا واحده واحده، وده هيكون اول تمرين معانا. التمرين ده مش هيخلي بس قدمك قوية، لا ده هيخلي الكنترول والتحكم في الكورة صح بنسبة 100%، لانك مع استمرارية التسديد الكورة هترجع لك تاني، فبالتالي دي ميزة كبيرة جدا، لان الكورة لما ترجع لك انت هتقدر ان انت تستلمها، فانت كده بتعمل دبل حاجتين في حاجة واحدة. ويلا بقى ننتقل للتمرين التالي. التمرين ده عبارة عن فك العضلة مع تعود على تمرير الكورة بسرعة، وهتعمله لمدة دقيقتين بعد التمرين اللي فات مباشرة. التمرين ده هيعودك انك تسدد الكرة فولي او على الطاير، وهتعمله في عدة اتجاهات. بتمسك الكرة بايدك وتسيبها على الارض، وبعدها تسدد بوجه قدمك، وبعد ما تنتهي 5 دقايق تمرين هتبتدي تنطط بقدمك وتسدد على الطاير عشان تعود قدمك عليها. اهم حاجة برضو انك تتمرن عليها كتير عشان خاطر تقدر تنفذها في الملعب، عشان لما الكورة تجيلك من اي لاعب اثناء الضغط عليك تبقى قادر انك تعملها وما يبقاش فيه اي ضعف منك، وتقدر انك تسدد في الجون بكل سهولة. وبعد ما تنتهي من التسديد هتبتدي تعمل التمارين الخفيفة دي مباشرة. التمرين ده عبارة عن تعود على تمرير الكرة بسرعة، وهتعمله لمدة دقيقتين بعد التمرين اللي فات مباشرة. استمروا يا شباب في التمارين دي، لان بجد التمارين دي مفيدة جدا ومهمة جدا، ولو استمريت عليها وقدرت ان انت تعملها فعلا هتبقى رجليك قوية جدا في التسديد، وهتقدر ان انت تسجل اهداف بسهولة، فدي حاجة حلوة بالنسبة لك. فانت استغل الفرصة دي، وان انت حتى لو يوم في الاسبوع تقدر ان انت تعمل فيه الكلام ده هيبقى بالنسبة لك سهل، مش هتبقى صعبة، هي نص ساعة في الاسبوع وهتلاقي الدنيا اتحسنت معاك 100. وبعد ما نخلص فك العضلة هندخل على اخر تمرين معانا، يلا بينا نشوف. في التمرين ده هيساعدك على استلام الكرة في حالة ارتفاع ثم التسديد السريع، وهتستلمها مرة بالقدم ومرة على الصدر، وبعد كده بتسدد على طول. وبكده يا شباب تكون خلصت حلقتنا، نتمنى تنال اعجابكم، ما تنسوش لايك سبسكرايب، ارائكم في التعليقات، اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. سلام.